فيه 4 أخطاء يومية بترفع فاتورة الكهرباء، ودي طريقة التخلص منها. في عز الحر وتشغيل التكييفات والمراوح بالساعات، في أخطاء بسيطة جوه البيت ممكن ترفع فاتورة الكهرباء بشكل يخضك آخر الشهر. طيب، هل المشكلة في سعر الفاتورة بس، ولا في عادات يومية بتزود الاستهلاك من غير ما ناخد بالنا؟ اللي حاصل ان اول خطوة لازم تعملها مع اي فاتورة عالية هي مراجعة قراءة العداد ومقارنتها بالقراءة الفعلية، ولو لقيت فرق او زيادة مش مبررة تواصل مع شركة الكهرباء واطلب مراجعة الفاتورة. لكن الخطر الأكبر بيبدأ من أجهزة البيت اللي بتسحب كهرباء كتير، زي التكييف والسخان الكهربائي والتلاجات القديمة والديب فريزر، خصوصا لو فيها عطل أو كفاءتها ضعفت. كمان لو طفيت التلفزيون أو الرسيفر أو الشواحن بالريموت ده مش كفاية، لأن أجهزة كتير بتفضل تسحب كهرباء حتى وهي مقفولة ظاهريا. عشان كده افصل أي جهاز مش مستخدم، واظبط التكييف على 24 أو 25 درجة، واستخدم لمبات ليد، وشغل الغسالة بحمولة كاملة، واقفل الأبواب والشبابيك مع التكييف. الفاتورة العالية مش دايما مفاجأة من الشركة، أحيانا بتكون نتيجة تفاصيل صغيرة بتتكرر كل يوم وبتاكل من جيبك بهدوء.